عنوان الرئاسة تفتح أبواب الأمل للشباب. الخبراء انطلاق مرحلة استثمار الطاقات والطاقات الخلاقة والأفكار الإبداعية. الصورة منتقدة، ورغم أن الرئيس دعا برضو سابقا دعوة رئاسية لاحتواء الشباب، لاقت أيضا اعتراضا من الشباب. الرئيس أسس لفكرة تدريب الشباب على مراحل معينة لتأهيلهم للقيادة. رأيك إيه في الانتقادات اللي بتوجه لكل هذه المبادرات من أجل احتواء الشباب، خاصة مبادرة الرئيس؟ يعني أنا في تقديري الشخصي أنا شفت الصورة كويس جدا. الصورة يعني إيه كويسة، ما فيهاش أي حاجة خالص. الصورة بتعبر عن يعني نموذج لفئات الشعب المختلفة. طبعا ذوي يعني الشاب اللي هو من ذوي الاحتياجات الخاصة ده كلنا لازم نقف جنبه، وده أول واحد وأول حد بنساعده كمان، لأن الناس دول ليهم حق في الحياة زينا بالظبط، ولازم ياخدوا فرص متكافئة. وأحيانا كمان يعني ذوي الإعاقة أو ذوي الاحتياجات الخاصة بيكون عندهم تحدي قوي جدا، بيكونوا ساعات وفي أوقات كتيرة أفضل من الشاب السليم 100% في حاجات كتير جدا، ان عندهم تحدي وعندهم رغبه ان هم يعملوا نجاح ويعملوا حاجه كويسه. طيب. فالصوره طبعا يعني ايه يعني شامله مجموعه من الفئات. في طبعا في الصوره صوره يعني ايه حد ضابط تقريبا، فده طبعا احنا لا يعني طيب. لا غنى عن الامن. نتحدث على بقى الاحداث على ارض الواقع. شباب الثوره بيتم يعني وبينشر في الحقيقه في صحف كتيره بيتم القبض عليهم، زي شباب من حركة 6 ابريل، صحفيين لمجرد ابداء الرأي او نازلين في مظاهرة سلمية، وتهمة جديدة، تهمة الانتماء لجماعة اسمها 25 يناير، واصلا الجماعة دي مش موجودة يعني. تمام. وبعدين 25 يناير اصبحت تهمة يعني ولا ايه؟ طبعا يعني عامة انا اتحدث ان انا مثلا دلوقتي كمواطن، انا نفسي ان احنا يعني نكون يعني عايشين في مصر ما يبقاش في اي خلاف ولا يبقى في اي مشاكل ولا اي حاجه. بالنسبه مثلا لمجموعه مثلا من يعني ايه السجناء او النشطاء السياسيين، والله ايه المانع ان في مجلس النواب يتم طرح مبادره مثلا العفو السياسي عن المسجونين دول، ويتم اخلاء سبيلهم في مقابل التصالح، زي مثلا ما يعني يعني ما تم في اوقات سابقه قبل كده، وقت الرئيس الاسبق السادات والرئيس الاسبق حسني مبارك، لما تم الافراج عن مجموعه من المعتقلين السياسيين، ونشوف ايه طلباتهم، ايه اللي هيتم بالنسبه لطلباتهم. زي مثلا زياد العليمي الحقوقي وعضو البرلمان السابق، كان ليه تصريح على دعوه السابقه للرئاسه لاحتواء الشباب. من ضمن ما قاله في هذا التصريح انه وجب توضيح عدد من النقاط، اولها انه لا احد يرفض الحوار من اجل الوصول لافضل صيغه مع السلطه الحاكمه، لكن لابد من تحقيق مبدا الحريه في اتخاذ القرار لكلا الطرفين، وبالتالي لا يصح ان يحدث الحوار بين طرف ضاغط على الآخر وموازين القوة بينهم مقلوبة، لأن الموضوع سيتحول من حوار إلى إملاء شروط، وبالتالي صعب نظام مستمر في القبض على الشباب طلب الحوار معهم، ونصفهم في السجن والنصف الآخر متهم بقضايا رأي ممكن يدخل بسببها السجن في أي وقت، فيجب تحرير القيود قبل الحوار أولا. تعقيبك؟ يعني كتعقيب بشكل عام، احنا ممكن يبقى فيه تفاهم، تمام، وبرضو يعني مفيش مستحيل ان ما يبقاش فيه معارضه، لازم يبقى فيه معارضه، بس يا ريت ان احنا نبعد عن المعارضه المعقده. نعم. يعني عارف حضرتك زي ايه المعارضه المعقده؟ المعارضه المعقده مثلا زي القلم ده، تمام، طرفين بيتنازعوا عشان مثلا الطرف ده عايز ياخد القلم ده والطرف التاني عايز ياخد القلم ده. طب اذا كان طرف حاسس ان الطرف الاخر يعني ظالم، لا يحكم بالعدل، بيقبض على شباب هم اساسا سبب وجوده في السلطه، هو كرئيس والحكومه وكل الناس اللي في المناصب حاليا من بعد 25 يناير وبعد 30 يونيو حتى الان، يعني اللي طلعوا يعني اللي عملوا ثوره يناير هم اللي عملوا 30 يونيو، وقياداتهم والوجوه البارزه فيهم مع ناس ما نعرفش اساميهم بالمئات موجودين في السجون دلوقتي. اذا كان هم شايفين كده وطرف اخر يملك الافراج عنهم، وباعتراف الرئيس الحقيقه اعترف وقال انه هناك ابرياء في السجون، اذا لماذا لا تفرج عن هؤلاء الابرياء؟ احنا ندعو مجلس النواب
ان أيوة. يتبنى قانون يعني بالافراج عن جميع المعتقلين، تمام، ويعني تسوية الامور ونعيش في تصالح، نعيش في مصر الامنة، مصر المستقرة، مصر القوية اقتصاديا واجتماعيا وسياسيا وكافة المجالات، ويتم الافراج عنهم. لا مانع من كده، ويعني ونشوف مثلا تسوية يعني ايه المواضيع دهيت، لان احنا ما نقدرش ندخل في دوامة يعني خلافات على طول، لان الاختلافات دي يعني من اكتر الاشياء اللي هي مثلا ايه ممكن تاخرنا. يعني في حكمة ممكن حكمة بتقول لك ايه، نعم. قد يختلف الاصدقاء ولكنه اختلاف مؤقت. احنا ده اللي نتمناه يعني. لكن العلاقة ما بين رئيس الدولة كموظف عام والشعب المصري، هو اللي عليه مهام والشعب المصري ليه مطالب هو وعد بتحقيقها. حتى الآن ناس كتير، مواطنين كتير شايفين ان المطالب ما بتتحققش، زي عدالة اجتماعية، عدالة انتقالية واتعمل لها وزارة تناوب عليها وزيرين وثم ألغيت، اقتصاد وطني حر قائم على مواردنا احنا الذاتية، عدم القيود على حرية الرأي والتعبير. عندنا صحفيين زي وفقا لبيانات لجنة الحريات بنقابة الصحفيين، في صحفيين معتقلين وفي ناس بيتم اختفائهم قسريا ثم يظهر بعضهم والبعض الآخر لسه. يعني برضو في يعني ما وعد به الرئيس حتى الآن من حتى من حريات، من تنمية، من كذا، في مشروعات، لكن هيظهر يعني نتائجها الإيجابية بعد سنوات. الحلول الآنية والخطوات والمطالب الآنية حتى الآن لم يشعر بها المواطن. احنا في ذكرى ثورة 25 يناير المجيدة اللي هي يعني بتحل ذكراها بعد أيام. يعني نتمنى يعني الإفراج عن كافة يعني المعتقلين، تمام، النشطاء السياسيين وغيرهم، تمام، بحيث ان تكون بداية جديدة للتصالح وبداية جديدة. نعتبر دي دعوة من حضرتك يعني للسيد الرئيس؟ دعوة مني برضو، يعني دعوة مني كمواطن وشاب كمان وصحفي. بالظبط، وفي مجلس النواب. يعني دعوة بداية جديدة للتصالح وبداية جديدة ان مصر يعني ايه تكون مستقرة وآمنة، يعني طبعا تحت رئاسة سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي ومجلس النواب الجديد المنتخب، اللي يعني ايه يعني إيه ان طبعا مثلا لو خد قرار زي كده مجلس النواب، تمام، يعني طبعا يعني ايه بإفراج عن النشطاء السياسيين ومثلا ايه بعض المعتقلين، يعني هيكون بداية كويسة وثمرة إيجابية، تمام، لبعض المطالبات اللي هي بتطالب الموضوع ده. نعم. حتى يعني تابع الأستاذ زياد العليمي شباب يناير غير محتاجين للاحتواء الذي تتحدث عنه مؤسسة الرئاسة، لكنهم يريدون العدل والحرية لكل مواطن مصري، وهذا سيأتي سواء رغب النظام أو لم يرغب، مؤكدا أن الرئاسة ليست في وضع الأبوة لأحد حتى تحتويه، لكنها إحدى مؤسسات الدولة الخاضعة لتصرف المواطنين. وإذا أرادت مؤسسة الرئاسة الحوار مع الشباب، يقترح زياد العليمي أن تتحاور مع علاء عبد الفتاح ومهينور المصري وأحمد دومة وأحمد ماهر ومحمد عادل وغيرهم ممن يقبعون بالسجون، وتتحاور مع أشرف شحاتة ومصوني وغيرهم من المختفين قسريا. والحوار لا يصح بين سجين وسجان، فلا بد قبل الحوار تحقيق مبدأ الحرية. ونشطاء آخرين زي خالد عبد الحميد ومحمد عبد العزيز عضو حركة تمرد وكفاية وخالد تليمة، الحقيقة يعني ليهم نفس الرأي تقريبا.